السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي ضليتوا؟ الحمد لله. مكاكا كوتي كاهي ماهينا تانا يشوفوا لي يرحي علاش غناو لنا. نهاركم سعيد، كل نهار كل ساعة كل دقيقة كل جزء من المئة، كل حياة انتم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونزولا عند رغبة بعض المشاهدين وحتى حنايا باش نردوا على بعض المشاهدين. في حقيقة الله وقت راه ديال جنات، حنا كنا بغينا نديرو فيديونا عاديه، ولكن جنات قالت لك انا لا بدا خصني ديروا معايا فيديو باش نوصل الفكره اللي فكره الفيديو، لان كاينين شي ناس ما فهموش. المهم قبل ما نبداو في هاد التفاصيل هادي، تفضلي ديري سميتو بغيتي تقولي. دري قولوا كي دايرين؟ لاباس قولي كي دايرين لاباس. السلام عليكم. لا كي دايرين لاباس. انت تقولي كي دايرين. يلا السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير. الضحك عارفه اش دايره. تنبغي نشكر المشاهدين اللي تفاعلوا مع الفيديو وفهموا الفيديو وعرفوا واش كاين. ضحكني ماشي مشكل، ياسين هذا الفيديو حنا بغينا نضحكوا فيه. بغينا نضحكوا فيه والله. سيروا وصافي. المهم يعني نعاود نوضح لك شويه. هي قالت لك كتشكر المشاهدين اللي تفاعلوا مع الفيديو، المشاهدين اللي فهموا الفيديو وعرفوا العبره ديال الفيديو شنو فيها. انا غادي ندير اليوم، غنديرو انا وماما اليوم بحال الشكل ديال المراسلين الصحفيين نيابه عليكم، لانه قرينا شي كومونتيرات ديال شي ناس اللي ما عجبهمش الفيديو، ما عجبهمش الطريقه باش تعاملات، وما عجبهمش والطريقه ما عجبهمش الطريقه باش تعاملنا حنايا. قال لك لا هذاك الضرب وسميتو. شوفوا الام ولا البا تيضحكوا على وليداتهم، ما يمكنش غيبغيو لهم شي حاجه خايبه. راه حتى حد ما بغى يبغي لك شي حاجه خايبه من قد والديك. هادشي اللي كاين، وحنا راه هكا تنعيشوا حنا الاجواء الشعب اللي تيكون الشعبيين وداكشي راه هكاك باش يتعاملوا معنا والدينا. اللي درنا شي خطا كانوا تيقرصونا من الفخاذ، تيضربونا. راه كذب عليك الكذاب اللي قال لك ما كانتش الوالده تضربوا. راه كبرنا في العصا، كبرنا والدينا ضربونا، باواتنا مواتنا كانوا تيضربونا، والجيران كانوا تيربيو مع اولاد مع مواتنا ولا لا. الا درتي شي غلط الجار ما تيبغيش لك ديري شي غلط، تيقول لك وحسب الله امك ما غاديش تبغي لك. يعني الا دخلتي كتبكي للدار وقالت لك امك ولا باك شكون ضربك، كتقول لها ضربتني فلانه ولا ضربني فلان. بزاف كنسخط الوالدين، انت درتي لي وفعلتي. المهم ما عليناش حنا باش نعاودوا نرجعوا يعني رد الفعل ديالنا حنا كوالدين. رد الفعل ديالنا حنا كوالدين، رد الفعل ديالنا حنا كوالدين في هذه المسائل هذه يعني مبني على التلقائيه. يعني داكشي اللي حسينا به ولقينا راسنا بينا نديروه درناه. علاش؟ لانه الاطفال او الدراري او الشباب في هذا الوقت هكا كاين اللي تيبغي يجسي النبض، كاين اللي يبغي مثلا يجي لك هذا واخا بالضحك، يجي لك هذه القضيه بالضحك، ولا شافك مثلا تعاملتي معاه عادي وبدبد معاه على النقاش. ما نهضروش على النقاش حنا، شوفوا راه حنا كمغاربه باقي مستوانا ديال النقاش وداكشي مازال ما وصلناش للنقاش مازال. شوف مادام انه باقي ولد السادس وولد السابع وولد الثامن وولد حتى التاسعه، يعني في التعليم الاساسي باقي تياكل العصا عند الاستاذ. ما تقولوش باقي عندنا ثقافه الحوار. ثقافه الحوار راه ما عندناش حنا هنايا باش نكونوا فاهمين. حنا هكا تربينا، يعني حنا راه هكا تربينا، يعني الفعل ديالي راه هكا ديال ورد الفعل هكا ديال. المهم بالنسبه للناس اللي قال لك هذاك الفيديو شويه فيه شويه ديال يعني بحال خطر، بحال سميتو شنو بغيتي تقولي في هذه القضيه كيفاش؟ دابا قالوا لك الفيديو يعني بحال قلتي مثلا عرضتي في نفسك للخطر، يعني نقدر كنضرب ماماك شي ضربه خايبه، كنقدر نضربك انا شي ضربه خايبه مثلا. واش ما فكرتيش في هذا الشيء هذا؟ هو راه فيديو خاطر، ولكن راه في واحد الرساله للمراهقين. المهم هاد الفكره بعدا خديتها من مواقع التواصل الاجتماعي. اييه حيت عقلتي فاش قلت لك كان وقع لها المشكل. اييه اللي وراتي مع وليجها تقهروا مساكنه صافي. فيها واحد الرساله
فيها واحد المهم هي توصل دابا رساله للبنات المراهقات اللي تيغويوهم وحدين بالفلوس وتيقول لهم صيفطوا لنا الصور ديالكم ونعطيوكم الفلوس وتلقاو ريوسهم في وسط العالم شايفهم بداك المنظر هكا تجرى في والديك في من تجرى في والديك ولا والديهم كما قلت لك. ما غاديش تبغي البنت هذيك الحاله فين غتهز الراس، من غادي تقول الخوت، غادي تقول هذا، غادي تقول هكا. داكشي هي قالت لك انا باش درت داك الفيديو ربما ياخذوا عبره، داكشي توعيهم وداكشي يمكن اللي غادي توقع فيه هي راه غادي توقعوا فيه حتى نتوما. اكيد غادي يقدر يضربك يقتلك كاع، امك حتى هي غادي تقدر تمرض ولا تجيها شي جلطه دماغيه طيحكا. فهمتيني؟ حيت ما غاديش حنايا في دوله اسلاميه محافظه اسلاميه، ماشي حنايا راه عندنا كاع الحريه. لا الاسلام ماشي اللي بغاتو نجي نناقش معاه شنو ما كاينش نناقش. لا حنا راه في دوله اسلاميه والاسلام ديالنا ما تيفرضش نديرو حنا هادشي. ما خصناش نديرو هادشي. فهمتيني هادشي دابا باش نوضحوا لك الفكره. دابا انا وجنات، دابا جنات هي مازال ما عندهاش الخبره باش تبدا تهضر قدام الكاميرا وسميتو، ولكن حنا بيناتنا راه ناقشنا الموضوع. يعني ملي سولتها قلت لها يعني وعلاش زعما علاش؟ قالت لك لانه قالت لك حنا الجيل ديالهم هما يعني كلهم عندهم التليفونات، كلشي عنده الفيسبوك، كلشي عنده الانستغرام، كلشي عنده، يعني راه يعني شاتي ماشي بعيد، فهمتيني؟ يعني ماشي بعيد، يعني اي واحد ولا اي وحده ممكن يطيحوا في هذا المشكل هذا. لان هذا الشيء كاين رايج، كاين ماشي شي حاجه جبناها من السماء ولا جبناها من الخيال. هذا الشيء كاين في مواقع التواصل الاجتماعي، وكاينين دي سيت اللي كيتصلوا بالبنات وبالدراري وتيحاولوا باش يروجوا، تيحاولوا باش يديروا هذه المسائل. ما تيهمهم غير الربح، ما تيهمهمش نتايا ولا شخصيتك ولا اش بيوقع عليك ولا. المهم هو تيبيع ويشري، هو الله يهدي ما خلق، سلعه مقابل سلعه، جسدك مقابل واحد من بالفلوس. وتنقول البنات المراهقات الله يعطيكم الستر، ما تطيحوش والديكم في شي غلط مساكن وتطيحي البا قيمتو قدام الرجال وتطيحي لامك قيمتها قدام العيالات وتمشي تبيعي لحمك ولا تبيعي شرفك. راه جموف. شوفوا راه سيدي ربي الا بيعطيكم شي حاجه راه غيجيبها لكم حتى لعندكم، راه ما تكونوا لا في علمكم ولا في غيبكم. هادشي اللي كاين. وتنتمنى البنات اللي في التقدة ديال بناتي وداك الشيء راه تكرفصات عليك امك، حملات بيك، هزاتك 9 شهور، كبراتك، بغاتك تشوفك في واحد الوضع اللي هو زوين وتتباهى بك في الدنيا وفي الاخره. راه حتى في الاخره تتباهى بك الا رباتك تربيه حسنه وطلعتي ليها زوينه وطلعتي ليها هذا، تيولي سيدي ربي تيعيط لديك الام اللي ربات بنتها تربيه حسنه، تيجازيها الله عليها. والبنت هي راه ما تيقولوش ليها فلانه، تيقولها بنت فلانه. وراه شوفي المثل راه قال لك فلانه وتقدري تشعفي ليها انتيا، تشفعي ليها قدام الله سبحانه وتعالى. راه قال لك قلب القدره على فمها طلع لبنت لامها ماشي طلع لباها. يعني راه حيت الام تربيها، البنت تربيها، والبا مسكين راه خدام في الزنقه تيجيب لهم القوت وما راه من التربيه ديالها. المهم هذه فرصه نيت باش نيت نسول جنات وباش نتوما تعرفوا. يعني ملي كنتصرفوا ملي كنضربها، ملي ضربناها او لا، ماشي زعما تنقول لكم يعني هذا اعترافات. راه بعض المرات تنضرب ولادي بعض المرات. نور الدين ما شاء الله راه 22 سنه، وبعض المرات تنزلق بشي تبربيقه ولا شي حاجه. الا وصلت شي حاجه اللي الطوب اللي كنعرف كتوصل لشي حاجه نعرفها مستواها ماشي ديال النقاش اللي خصو فيها الردع، راه تنتصرف. وغتضرب مره في شحال. دابا موضوع النيت. اشنو قلتي يا بنتي؟ لك مره بشحال كان شي موضوع النيت. هادشي اللي كان شي موضوع اللي سميتو. دونك هذه فرصه نيت ان جنات تقول لكم كيفاش تنتصرف معاهم في الدار، كيفاش تنتصرفوا معاهم في الدار، وكيفاش تنتعاملوا معاهم. تصرفوا معنا بحال صحابنا ماشي بحال والدينا. يعني اي موضوع تناقشوه مجموعي. اي واحد كان عنده شي مشكله تيجي يشاركها معنا. وصافي الا كان لها الحل تنحلوها، كنطبع صوت كنت تحل بالنقاش نحلوها بالنقاش، كنت تحل بلاصه نحلوها بلاصه. لا بالفعل احنا شوف، انا والله العظيم الا ولادي راه صحابي وصحاباتي واصدقائي،
وكنا يعني تماما هما داكشي حنا هكا مولفين مع بعضياتنا. ودابا حنا كنديروا هذا الفيديو نور تينا هو يعني تا هو مشارك معنا، تا هو واخا بالاشارات ولكن مشارك حتى هي قاعده كتصنتو مره كتقول كلمات. يعني وليداتي انا الله يجعل الناس يعطوهم بحال وليداتي. امين صراحه وليداتي انايا في الدار ماشي خوت بحال الصحاب. نور الدين الا ضراتو شي حاجه تيجي عند خواتاتو، خواتاتو الا ضروهم شي حاجه تيمشيو عند خوهم وتيناقشوا الموضوع. والله العظيم انا هكا تنبغي الناس يربيو وليداتهم، يربيهم على تربيه حسنه وما يديروش الفرزيات ما بين هذا وهذا. راه بحال الولد بحال البنت بحال كاع الله اللي عطاك الله حمدي به وشكريه. فهمتيني؟ هادشي اللي كان. وليداتنا حنايا راه باقيين حنايا في ثقافتنا، راه حنا باقيين شعبيين، ماشي حنايا ناس راه تعلمنا في مدرسه المخزن، دخلنا للجامع قرينا مع الناس القران، دخلنا حتى حنا للراوديه مدرسه عاديه كاينه في الدار تنمشيو تنقراو فيها. الصراحه راه كبرنا في حي شعبي، تناخذوا بطاطا من عند هذا، تناخذوا مطيشه من عند هادي، تناخذوا بصيله، تنبارطاجيو كلشي بيناتنا، حنا كلشي عندنا بارطاجي. لا كل عندك تاكلي عندي، ما كان لا حقد لا سم لا والو. كونيكسيون خدامه بيناتنا حنا ديما 24 ساعه على 24 ساعه. زيد حنا البنات بنات الجيران تجي امي ولا تجي امها وتيشدوا اليوصنو تلاقيهم لينا هكا. هذيك ما تبقى في هادي وهذيك ما يبقى فيها الحال، امي ما يبقى فيها الحال. هادشي اللي كاين. وتنتمنى هذا الميساج ما تنهضروش حنايا علينا، حنا تنهضروا على البنيوتات. الله يعطيكم الستر. وتا الاولاد الله يحفظكم. راه تتولدك امك راجل تبارك الله وبغيتي تكبر وبغيتي تهز بها. نعم حبيبه تنتمنى حيت كاينين شي بنيات الله يهديهم تيغويوهم الدراري. بصح حوايجات واش اخوتي شوفي شكون تيسول فيك هو في الفيديو. المهم الله يرضي عليكم، ما تخليوش امكم وباكم اللي جاي ينعت فيهم هكا، المهم الله يسبكم سعدكم. وهادي هاد المقلب واخا ما مرت فيها هو يقول لي مرت فيه حتى يسبقوا عظامها متزبين. دادي ايتا خلينا نهضروا. عندي واحد السؤال، عندي سؤال للجنات، اللي الفريض يعني واحد الوقيته مثلا حنايا ما عندناش ما ناكلوا ولا ما نشربوا ولا يعني كنا نقولوا على الجانطه قل من الجانطه شي حاجه على الحاضر، وتحت لك انت فرصه بحال هذا الفيديو درتي تحت لك فرصه مثلا انك تصوري ولا تعري او سميتو مقابل واحد المبلغ ديال الفلوس، يعني واش غادي تفكري مع راسك وتقولي والديا ما عندهمش ماشي مشكل نضحي انايا، نضحي بالسمعه ديالي ونضحي بسميتو ونجيب الوالديه ما ياكلوا والخوتي ما ياكلوا مثلا، تحتي في هذا سميتو اش غديري في هذه الحاله هذه؟ اش ندير؟ ما ندير والو واصلا رفعي صوتك شويه باش يسمعوك مني. سيده دابا راه الفكره عندي ولكن الطريقه باش باش نقول تلقى الناس عارفين شنو كاين. لا انا اصلا ما عمرني فكرت في هذا الشيء هذا، والحمد لله عندي والديا ما خصني حتى شي حاجه، وما حدنا حنا عايشين الله راه شي عطانا ما هادشي خلينا وصافي هادشي اللي كاين. يعني ما غتجيليش هاد المساله هادي واخا حنا كنموتوا بالجوع زعما ولا لا اصلا ما عمرني فكرت انني نجي انا لا خوتي كلنا ما عندناش هاد الفكره هادي كاع. شوفوا والله نموتوا بالجوع ماشي نجي ندير لك التجميل لوجهك، ندير لك شي خلاعه ومن عندك اخويا باش دير التجميل ايوا المهم عاودتي وصلنا لهذاك الحال. المهم دابا والله راه ماشي خليت شي واحد، اكيد الله كبير سبحانه وتعالى. شي واحد حنا حاجه وحده مربين وليداتنا على القناعه. شتي نهار ما تيكون عندي ما ناكل انا وولادي تنهز الخبز اليابس وتندير بصيله وميتيشه وفليفله وزويته العود وتندير كسريه ديال الترده وبراد تاعتي وتنوكل ولادي وتنمسح يديا وتنتقرع الحمد لله. بل اكثر من هذا يعني الدراري بحكم انه التربيه اللي ترباو معنا ويعني الطريقه باش مربيهم والقناعه علاش مربيين الحمد لله، يعني قانوعين ولادنا راه بحالنا يعني تيقنعوا بالقليل، يعني لدرجه انهم ملي تيعرفوا مثلا ما كاين ما يتكار في الدار مثلا بحال الشكل هكا قبل ما تفكر امهم مثلا انها دير الترده يلا سيري عند جنة سيري بتيها نقول عند بتيها نقول لها بكسيها
يعني قبل ما نجي تسيتيش لها بيجامه راه كاين البرد، يعني قبل ما دير ماماهم هذيك الترده ولا سميتو هما تيفتحوا ليها المجال. ماما عشقنا الترده، فهمتيني؟ هما تيسبقوا لك قضيه ماما عشقنا الترده، كل درتي لنا الترده تقول لهم ايه كاين الخبز، كاين ماما الخبز، يلاه جيب لنا درهم تاع العدس، درهم تاع الفول، درهم تاع الحلبه كذا. العلي العظيم والليله كاني معكم والله بلا ميعاد، وتلاقينا في هذه القناه السعيده. الا قلت لكم بسطامي تكون فيه 5 دراهم رانا ما تنضرق عليكم والو، وتنصيفطها للحانوت تنقول لها جيبي لي درهم تاع العدس ودرهم تاع الفول ودرهم تاع الحلبه، ياك 60 ريال، وتجيبهم ليا العطريه تتكون بصله تكون في الدار ضروري، وتندير كوكوط ديال الترده ونعمر مقيره جتي ديال لاتاي ماشي براد مقيره باش يشربوا الدراري، وتنحط ديك القصريه فيها الفول والحلبه والعدس وزويتات العود، وتنشي مالا كنت مخبيها هكا في الثلاجه نجبدها وناكلو ونشبعو، واللي شاط تنديرو في السوبيره ونخشيه في الفريكو حتى العشاء وتنسخنو تناكلوه، حيت الدقيق ما تيقتلش، اللي كان قدي بيه ماشي نهار كاين ونهار ما كاينش، نهار كاين نهار ما كاينش، هادشي اللي كاين. عاد واحد القضيه اخرى ثاني باش نختموا باش ما نطولوش عليكم الفيديو، كلكم لاحظتوا بانه بشرى كانت تضرب وتطعد، تضرب فاش كانت تضرب جنة تضربها وتطعد فيها، وبشرى ماشي هي هذيك، بشرى كونها مثلا خاصمه هي مخاصمه مع شي وحده في الزنقه ما تضربش، ما كتجيش داك الضرب هكا ملي كتكون في الزنقه كتولي كضرب بالدماغات وتتهز بالخلوطات وتتجر هكا لتحت وكتضرب الكروشيات، غتنقول لكم شنو كاين والله العظيم. يعني شوفوا كي تتصرف هي في المخاصمه ديالها على برا، وشوفوا كي كنتضرب بنتها، هذاك الضربه انا بالي بحال الهران انايا ماشي كاع شي، وفاش بغيت نضربها انا ما خلاتنيش حيت ما مولفينش نضربوا ولادنا، ما تنضربوش ولادنا، كنقول لكم راه نادي. شتي الضربه اللي تضربات جنات البارحه تنقول لك راسك نسات كاع واش هي عمرها تضربات كاع، يعني واحد الزمان. انا ما نكذبش عليكم، انا كل شيء قبل عليه الا خرج عن الطريق، خرج عن الطريق راه ما تنحملهاش. حنا ربطنا ميمتي الله يرحمها على عيب شوي تنديروا منه بزاف. المهم الا بغيتو جنات ان شاء الله الرحمن الرحيم تعدي لكم المقالب، تبدا معنا في الفيديوهات وتبدا معنا في المقالب وتبدا معنا في السلسلات الا بغيتو يعني تبدا كتبان يوميا، ماشي مره في شحال كي تندير معاها. الا بغيتو جنات تبدا كتبان معنا يوميا، ما عليكم الا تكتبوها لنا في الكومونتير، وحنا معكم وديما معكم. ولا اله الا الله محمد رسول الله. واللي جابوا لك والديك لبسيه، واللي عطاوك والديك قنعي به، وعرفي باك مسكينه تيضل في تماره، تيضل عاطي وجهه في الشموشات، تيضل قاعد عند عباد الله تيحل عليه فمو اللي يسوى واللي ما يسواش باش يجيب لك انت ما تاكلي. ما عرفتيش مسكينه شنو تيوقع ليه في الزنقه. امك حتى هي مسكينه تضل متى تحل عينيها وهي تضل في تماره، تلبسك توكلك تديك للمدرسه، تجيبك من المدرسه، تلقاي غداك تلقاي عشاك، الا مرتي تلقايها حدا راسك وباك مسكين حتى هو. شوفوا ديروا بحساب والديكم، ديروا بحساب والديكم، حيت واحد النهار غتبغيو ديك الملمه كاع ما تلقاوها، تقول يا ريت كنرجع الزمان للوراء ونلقى با يقول لي الا جيه عارفه على التركه تدخلي من الزنقه، تتولي تبيعي صوتهم ما تلقايهم، تكلمت امي تتحيد لك من فمك، تتعودي تعيطي امي ما باقاش تلقاي لمن تعيطي امي، تبغي تعيطي لبا ما تلقايش باقي لمن تعيطي باك. هادشي اللي كاين الله يرضي عليكم. اهم حاجه الله يرضي عليكم اللي بيتفلى عليكم سدوا ليه ديك الطريق، ما تخليوش منين يدوز من جهتكم. اهم حاجه هو فكر انتيا، يعني البنت اللي في اللاج ديال بنتي دابا وتا الدراري، لا انت ولا انت الدراري المراهقين والشباب فكروا الا عندك باك، يعني الدري عندك باك وامك، فكر ان راه باك تيخرج للزنقه وتيخرج للخدمه خاص راسو دائما يبقى مرفوع، ديما مرفوع، ما تجيش انت وتهبط لباك راسو ولا تجي انت وتهبطي لامك وباك راسو. البنت حتى هي كذلك مثال، حافظوا على شرفكم وعلى شرف عائلتكم وعلى القيمه وعلى كرامه والديكم، لانهم يكون باك كيف ما بغى يكون. باك الا عنده عاش بعزو وعاش بكرامته وعاش بشرفه غتبقى باك وتفتخر به. الحمد لله. راه نهار تهبط من باك راه هبطتي انت من راسك حتى ما يحترموش لك باك باقي في الزنقه، ما غاديش يحترموا لك. وشوفوا نقول لكم وما تشوفوش هذه لابسه تجي دير 500 درهم، هذه لابسه جاكيطه دايره 5. شوفي تيقول لك واحد المثال لبسي قدك يواتي، انا ما نتعاندش مع هذيك الله يحسن العوان. الا با تيشد واحد المبلغ كبر من باك نتعاند معانا با اللي مسكين ما عندوش القناعه. قولي شوفي كوني قانعه فاش بغيت نضاد،
نقول لكم باش بغيت نضاد في القرايه، نقرا ونضاد في القرايه. حتى الا ما عندكش الحظ في القرايه نمشي ندير شي تكوين، ندير شي خدمه نخدمها، ندير شي خدمه نخدمها باش نعاون والديا باش ما تمشيش ديك التضحيه فابور ديال والديا. بعدا يشوفوني اما فرمليه الحمد لله كلشي سهل الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اما كوافوره ما عيبش، اما طبيبه الى خير الله يكثر ونخدم. يكون عندك الكارطريه مثلا تدخلي الايماد. المهم ما نطيحش والديا، نطيح لهم الراس. هادشي اللي كاين والحمد لله اللهم لك الحمد. وعلى ضر وليداتنا بالاشياء الخايبه والله يجعل مولانا يستر لنا وليداتنا وليدات جميع المسلمين وجميع امه محمد. هادشي اللي كاين. حنا ما تنبغيوش شي حاجه خايبه لاي واحد ولو يكونوا ماشي ولادي، ما غاديش نبغي هذاك الموقف اللي غادي نطيحوا فيه. حنا اللي شفتو طحنا فيه البارح هو كان يمقلب وطحنا فيه، وتخيلوا والديكم وكان واقع. يلا اشنو اخر كلمه كتقولي؟ شكرا بزاف على التفاعل ديالكم وكنبغيكم بزاف. والله لا اله الا الله ومحمد رسول الله. والله يسترنا كما تستر اللسان تحت السنان. والى الحلقه القادمه ان شاء الله. درنا لكم هذا الفيديو خفيف في ظريف. هادشي اللي كاين.